ايه بقى اللي احنا شفناه هنا؟ الراجل ده غير مؤهل واشتغل بحمل تدريبي خاص وعلى عضله واحده وهي العضله الاماميه، عضله الكوادريسبس. العضله دي كده كده بتستهلك مننا يوميا لاننا بنمشي لقدام، فالعضله هي اللي بتتحرك، وبنطلع على السلم فهي برضه بتتحرك، فالعضله كده كده هلكانه، فالراجل هو افترى عليها وهرسها بالتالي انفجرت. المشكله كمان ان هو اهمل الكثير من العضلات واللي ليها اهميه هامه، وهي الهامسترنج وهي الجلوتس ماكسيمس او عضلات الجلوتس بشكل عام. فالفكره كلها في الالم اللي حصل ده هو الم جيد، كده كده الالم هو نوعين، نوع بيحصل بعد التمرين مباشره اللي هو الاكيوت، والنوع الثاني اللي هو الدومس اللي بيمتد من 24 ل 72 ساعه. بس لو قعد معاك اكتر من 72 ساعه يبقى انت هنا يا معلم عملت اوفر لود او عملت اوفر تريننج على العضلات بتاعتك. طيب هل الالم ده شيء جيد؟ نعم جيد، لان بيحصل نوع من انواع الالتهابات اللي يبدا الجسم يعالجها في الفتره اللي قلنا عليها من 24 ل 72 ساعه، ولكن زي ما قلنا اكتر من كده يبقى انت يا رجل افتريت على نفسك. لذلك اهدى يا رجل، اهتم بالجلوتس، عضلات الارداف الرهيبه وعضلات الهامسترنج الجميله، وكفايه شغل على الاماميه، تك ترك ترك، اشتغل 3 خلفي لواحد امامي. ايه تاني ممكن نقوله كده؟ عرفنا اي حد بيتمرن بالمنظر ده اعمل له منشن، قول له كفايه افترى عليا في الرجل، اعمل منشن لصديقك اللي بيفترى عليك في الرجل. ايه تاني ممكن نقوله؟ لايك وشير عشان تنشر الفيديو في كل مكان. اقفل يلا.